السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتكم تحقيقات. ولكي لا نطيل عليكم مشاهدي الكرام، وكيف ما جرت العادة ندخل مباشرة في سرد تفاصيل ديال قصة اليوم. في سنة 2005 بمدينة وجدة، واحد الليلة البوليس وصلوا بإخبارية تفيد بأنه الناس لقاو واحد الشاب مرمي في الشارع العام ومضروب بشي آلة حادة وميت. انتقلوا البوليس لعين المكان كيعاينوا الجثة، لقاو داك الشاب مضروب في الصدر ديالو، وكيلقاو حداه واحد الموس باقي فيه اثار ديال الدم، ولقاو بعض قنينات الخمر في واحد البلاستيكه. هنا البوليس حروا محضر المعاينه وهزوا هذاك الموس وقنينات الخمر اللي لقاوهم في داك البلاستيكه، واتصلوا بسياره الاسعاف نقلات الجثه لمستودع الاموات. هادشي وقع كيف قلنا في وقت متاخر من الليل. البوليس اضطروا يأجلوا التحريات حتى للصباح، وبالفعل الغد ليه في الصباح رجعوا البوليس لعين المكان كيسولوا الجيران، سولوهم واش ما سمعتوش شي حاجه البارح، شي صداع، شي مدابزه. ولكن مع الاسف حتى شي حد من هاد الناس ما سمع شي حاجه. البوليس عرضوا هذاك الموس اللي لقاو جنب الضحيه وفيه اثار ديال الدم، عرضوه على الخبره. لقاو في التقرير بان البصمات اللي في هذاك الموس هي نفسها البصمات ديال الضحيه. البوليس جاتهم هذه القضيه غريبه. تقرير الطب الشرعي كيقول ان الضحيه كان في حاله سكر طافح، اي انه كان شارب بزاف وتلقى ضربه بموس للصدر ديالو اللي قص ليه الشرايين والاوعيه الدمويه في الصدر ديالو وتسبات ليه في الموت. البوليس بعد ما حددوا الهويه ديال الضحيه وتوصلوا لعنوان السكن ديالو، كيلقاو السكن قريب من المكان اللي لقاوه فيه ميت. البوليس لما توصلوا لدارهم خرجات عندهم اختو، سولوها البوليس واش كاين غير انتي في الدار ما كاين حد؟ قالت لهم لا، كاين الاب ديالي وخويا. قالوا ليها كلميهم لينا. بالفعل خرج الاب ديالو وهاد خوه، قالوا ليهم البوليس راه لقينا ولدكم مرمي في الزنقه الفلانيه مضروب في الصدر ديالو، يلا تمشيو معنا تشوفوه. وبالفعل خداوهم لمستودع الاموات، شافوا الضحيه، قالوا هذا ولدنا. البوليس وراوهم هذاك الموس اللي لقاو جنب الضحيه، قال لهم هذاك خوه، هذا الموس ديال خويا راه ديما كيهزو معاه. البوليس جاتهم هذه القضيه غريبه. هنا البوليس بداو كيرجحوا واحد الفرضيه، قالوا بما ان الضحيه كان في حاله سكر مفرطه، وبما ان الموس ديالو لقاو فيه اثار ديال الدم وعليه البصمات ديالو، قالوا يقدر يكون طاح على الموس. كيبقى احتمال، ولكن ما كانش كيمنع انهم يديروا المزيد من التحريات باش يوصلوا للحقيقه. البوليس سولوا على شكون صحابه، قالوا لهم صاحبه فلان وفلان. جابوا هذوك صحابه كيسولوهم، واحد قال لهم انا البارح كنت خدام. وبالفعل البوليس تاكدوا من هذه القضيه وتاكدوا بانه فعلا كان خدام في واحد القهوه كيخدم فيها سربي. ولكن صاحبه الثاني كيقول للبوليس انا ما غادي نخبي عليكم والو، انا البارح كنت سكران انا وياه كنا كنشربوا. ولكن في واحد اللحظه جات عنده الصديقه ديالو وزدت وخليتهم. قالوا ليه فين خليتيهم؟ قال لهم خليتهم حدا واحد البوست ديال الضوء وتما فين كنت كنشرب انا وياه. البوليس قالوا ليه شكون هاد الصديقه ديالو، وراهم العنوان ديالها وجابوها. سولوها وقالوا ليها واش كنتي البارح مع منير اللي هو الضحيه؟ قالت لهم لا ما كنتش معاه. قالوا ليها البوليس كيفاش ما كنتيش معاه؟ ها صاحبه كيقول باللي البارح كان هو وياه ولما جيتي انتي مشى وخلاكم. هنا البوليس واجهوها مع هذاك صاحبه، هو كيقول ليها انا خليتك البارح، وهي كتقول بانها البارح ما شافتش الضحيه نهائيا. هنا بالنسبه للبوليس ولا واحد من هاد الجوج كيكذب، يا اما البنت يا اما الولد. البوليس باش غادي يتاكدوا قالوا للولد معاش دخلتي البارح للدار؟ قال لهم دخلت للدار مع شي 9:30 ديال الليل لما تفارقت مع منير. مشاو البوليس لدارهم لقاو فعلا دخل للدار في هذاك الوقت. البنت قالوا ليها البوليس معاش دخلتي البارح للدار؟ قالت لهم البارح اصلا ما خرجش بصفه نهائيه، كنت شويه مريضه وما قدرتش نخرج. مشاو البوليس لدارها كيلقاوها كاريه واحد البيت هي وصاحبتها. البوليس سولوا هذيك صاحبتها، قالوا ليها معاش دخلت صاحبتك للدار البارح؟ قالت لهم دخلت شويه معطله. قالوا ليها معاش تقريبا؟ قالت لهم مع داك 1:30 ديال الليل تقريبا.
اذا هنا البنت هي اللي كتكذب. البوليس واجهوها بهذا الكذوب ديالها، قالوا ليها دابا انت كتقولي باللي البارح ما كنتيش مع منير، وها هو صاحبه كيقول باللي البارح مشى وخلاك معاه. كتقولي البارح باللي ما خرجتيش من الدار، وها صاحبتك كتقول باللي انت اصلا دخلتي حتى ل1:30 ديال الليل. واجهوها بهذا الكذوب ديالها وهي تعترف، قالت لهم فعلا انا البارح كنت مع منير، وبقينا تقريبا حتى لداك 2 ديال الليل جالسين حدا هذاك البوست ديال الضوء. في واحد اللحظه قال لي نمشيو نجيبو الشراب، ومشيت معاه وخدينا الشراب. ولما كنا راجعين في واحد الزنقه طلع علينا واحد الولد في واحد البالكون وقال لمنير اخويا ما تبقاش تخسر الهضره، راه حشومه والناس ناعسه. ولكن منير قال له شكون انت اللي تقول لي اسكت؟ بقاو كيتزايدوا في الهضره. لما بقاو كيتزايدوا في الهضره هذاك الولد هبط خرج بدا كيدفع في منير جبد واحد الموس بغى يضربو به، ولكن هذاك الولد بقى غير كيدفع فيه وصافي. في واحد اللحظه طلع لدارهم وحنا كملنا طريقنا. ولكن لما زدنا تقريبا واحد المسافه قصيره طاح منير في الارض. بقيت كنفيق فيه ولكن ما فاقش، وبان لي الدم خارج من الصدر ديالو. خليته مشيت بحالي. كانت هذه هي الاقوال ديال هذيك البنت الصديقه ديال الضحيه. البوليس قالوا لهاد البنت وري لينا هاد الولد اللي وقع لكم معاه المشكل فين كيسكن. مشات وراتهم الدار، جابوا هذاك الولد للكوميساريه. هاد الولد كيقول راه هاد البنت كان معها واحد الولد، لانه لحد الان مازال ما بخباروش باللي هذاك الولد راه مات. قال لهم راه كانوا سكرانين وكيخسروا الهضره، وانا طليت عليهم قلت لهم حشومه تخسروا الهضره، راه الليل هذا والناس ناعسين. ولكن ما بغاش هذاك الولد يمشي. هبطت انا لعندو، بغيتو غير يمشي بحاله، ولكن جبد عليا واحد الموس بغا يضربني به، ولكن انا ما تجاوبتش معاه، ما بغيتش ندير معاه راسي، ورجعت طلعت بحالي للدار وهما مشاو بحالهم. هنا البوليس رجحوا بان الضحيه في هذيك اللحظه جبد هذاك الموس، وفي خضم داك العراك ربما يمكن كيبقى احتمال ديال البوليس على حساب المسطره، ربما قاس راسو اي الصدر ديالو، ربما طاح على الموس، ربما هذا كيبقى احتمال كيف قلنا. وتقدم الولد للعداله وتحكم بالبراءه، وتقدمت داك البنت للعداله وتحكمت بتهمه التستر والانكار، وتحكمت بسنه سجنا نافذا. والى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهايه الحلقه. اذا عجبك المحتوى ما تنساش معك لايك والاشتراك في القناه. نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.